طوال فترة حكمه التي تجاوزت العقود الأربع كان القذافي وما زال مثيرا للكثير من السخرية وأحيانا الضحك بسبب تصريحاته وأفعاله المثيرة للجدل في المحافل والمؤتمرات العربية والدولية. التقرير التالي يلقي الضوء على جانب من تلك الغرائب. في العام 1969 كانت ليبيا على موعد مع انقلاب أبيض نفذه من كانوا يعرفون بالضباط الأحرار، وبينهم العقيد معمر القذافي الذي أصبح أول رئيس للبلاد بعد قرون من الملكية التي انتهت بالإطاحة بالملك إدريس السنوسي. وطوال 42 عاما الماضية ظل القذافي يطلق طرائفه واحدة تلو الأخرى، فتارة يقرأ من الكتاب الأخضر ويتحدث عن الكتاب الأبيض تارة أخرى، ويدشن الآن آخر إصداراته ذلك الكتاب الأحمر الذي سطر فيه بدماء الليبيين مذابح واسعة نفذها ضد أبناء شعبه. وعند اللزوم ستفتح المخازن ليتسلح كل الشعب الليبي، كل القبائل الليبية تصبح ليبيا نار حمراء، تصبح جمر. القذافي الذي تقول عنه إحدى وثائق ويكيليكس إنه يزعج الأصدقاء والأعداء على حد سواء، لطالما ارتدى ملابس غريبة طبع على بعضها صورا للزعماء، فيما وضع عليها أحيانا أخرى خريطة إفريقيا التي توجه إليها لعله يجد فيها زعامته المفقودة في العالمين العربي والإسلامي والتي لم يمل الحديث عنها. معمر القذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه كما فعل الروساء. معمر القذافي ليس رئيس، هو قائد ثورة. أما الديمقراطية التي اختلف في تعريفها وتفسيرها العباقرة، فتمكن القذافي من إيصال مفهومها ببساطة شديدة إلى الجميع دون أن يبذل الكثير من الجهد. هي كلمة ديمقراطية معناها ديمقراسي الدهماء على الكراسي، لما يجلس الدهماء عامة الناس تجلس على الكراسي هذه هي الديمقراطية. أما إذا لم يجلس الشعب على الكراسي ما هيش ديمقراطية، سميها كيف سميها حاجة ثانية، لكن ما هيش ديمقراطية، لأن كلمة ديمقراطية متكونة من نقطتين، ديمقراسي نقولوا احنا ديمقراسي. كما لم ينسى القذافي أن يصحح للناس مفاهيمهم التي يعتبروها مغلوطة عن الإسلام رغم إجماع المسلمين عليها. تو هذا الدجل كتيبات صغيرة أقراها 1000 مرة باش نضيع الوقت، هذه باش مش عارف ايش يحصل لك كذا كذا، وهذه باش تغفر لك ذنوبك، وهذه صلاة الاستسقاء، وهذه صلاة الاستخارة، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. القذافي الذي أطلق على نفسه ألقاب ملك ملوك أفريقيا وعميد الحكام العرب والأخ العقيد وقائد الثورة والزعيم الليبي أراد أن يذكر المواطنين الذين وصفهم بالجرذان بما يمثله من رمزية ليس لليبيا وحدها بل للعالم بأسره. اعتراف من أكبر قوة في العالم بأن معمر القذافي هو ليس رئيس وليس بالشخص العادي حتى نقتله بالسم أو نعمل ضده مظاهرة تسقطه. لما كانت القنابل هنا في هذا المكان تدك بيتي وأولادي تقتلهم، أين كنتم أنتم يا شذار؟ أين كنتم أنتم يا متوع الحي؟ خيمة القذافي معلم بالطبع لا يمكن تجاهله، فهي تصحبه في كل مكان، في نيويورك وفي باريس وفي روما، وبالطبع في بلاده حيث يستقبل فيها الزعماء والقادة. ومع كل هذا كانت طرائفه في القمم العربية لا تكاد تنتهي. أقدم الزعماء العرب بقاء في السلطة كانت له صورة تاريخية مع 3 من الذين عمروا في السلطة لسنوات قبل أن يخلع 2 منهما، التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، فيما تجري التظاهرات حاليا لخلع الآخرين.